السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخواتات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم بغيت نشارك معكم الطاجين ديال البطاطا بالزيتون. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اولا نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحطوا الدجاج ديالنا في الطاجين، كنديروا الشرموله ديالو. كناخذوا الثومه والربيع، وكنديروا شويه ديال البصل، وكنديروا سكينجبير، وكنديروا الملحه، وكنديروا الخرقوم. وباش يتمرق، باش تدخل فيه الشرموط داكشي نخلطوه، نزيدو فيه شويه ديال الماء، ديك الشرموط باش تخلط، ونزيدو شويه ديال الزيت، غير شويه. اصلا غادي نديرو في الاخر، زيدو غير شويه ونخلطو وندخلو في الدجاج ديالنا، ندخلو فيه الشرموط. من بعد ما دخلنا فيه الشرموله، غادي نخليوه على جنب، نكحلوه للجنب. وغادي ناخدو البصله ديالنا، غادي نقطعوها بسم الله، نقطعو رقيقه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اي واحد يعرف يدير الطاجين بالبطاطا والزيتون والدجاج. ملي كنبغيو نشارك معكم الطريقه ديالنا، كل واحد غناخدو شويه ديال البصله، غنديرو في الطاجين ديالنا، وغادي نديروه يتقلى. نخلي الطاجين كيتقلى وحنا نكملوا التقطاع ديال البصله ديالنا. الدجاج كيبغي باش كيحتاج انه يتقلى، ماشي بحال اللحم ماشي مشكل، اما الدجاج خصنا نقليوه باش كيجي زوين. الطاجين على العافيه مهيله، ومن احسن خصنا نديرو شي حاجه تحت الطاجين، مثلا مقله ولا شي كسيره ولا شي حاجه باش ما يتحرقش لينا. دابا قطعنا البصله ديالنا على هذا الشكل، ودابا غادي نقطعو البطاطا. بعد ما درنا البصله في الطاجين غنقطعوها على هذا الشكل. نتوما كيما بغيتو تقطعوها قطعوها دوائر، قطعوها بغيتو بحال هذا الشكل.
بعد ما قطعنا الاخرى انا بانت ليا من بعد ما قطعنا البطاطا انا بانت ليا لاطريه ناقصه قليله في الطاجين. غناخدو زلافه غادي ندير فيها الخرقوم، غندير فيها سكينجبير. اصلا الطاجين ديال الدجاج كيبغي سكينجبير تيجي زوين في الفطير ديال الدجاج. وغنزيدو شويه ديال الملحه، هادشي كامل غنخلطوه بالماء، معلقه ولا جوج معالق ديال الماء. كتولي على هاد الشكل. رجعت لكم البنات بعد ما طيب الطاجين ديالي بغيت نشارك معكم واحد السلطه اللي ساهله. كنحتاجو فيها خيزو محكوك و5 المعالق ديال سنيده وحامضه وجوج معالق ديال الخل. اول حاجه كناخذ هاد السنيده كنخويوها، انا نتوما على حسب الكميه اللي درتو. هاد السنيده درت لها 5 المعالق، غادي نشد جوج معالق ديال الخل وغناخد هاد الحامضه ديالنا. غادي نحاول نعصرها في هاد الخيزو هذا وسنيده اللي درت. نحاول نحيد هاد الحامض، نحيدلو العضويه ديالو ونعصر مزيان. صراحه صحيه وزوينه. كانوا شحال اللي قديمه هذه كانوا كيديروها شحال هذه الناس القدام. نحاول نحيد هاد العظومه اللي طاحوا ليا هنا ديال الحامض. دابا غنخلط السلطه ديالي. صراحه بنينه، انا الصراحه كتعجبني. ودابا غندير هاد السلطه ديالي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. البنات طاب الطاجين وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو خيزو محكوك، صراحه تيجي زوين وبنين وصحي. كنتمنى تجربوه. مهم نخليكم دابا وتهلاو ليا فراسكم وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله.